السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، وفي الريكورد اوت هوريكم بروجكت كنت شغال عليه في الشركة القديمة اللي أنا كنت شغال فيها. البروجكت معمول في كومباوند في فيلا في السعودية، اسمها دراق الهدى. في البروجكت أهم حاجة يعني أو النقطة الأساسية إن أنا حاولت أجمع كل الفيتشرز اللي أنا كنت عملتها في البروجكتس اللي فاتت زي امبرسند 1 والهالوين، واحاول اشغلهم هنا على البروجكت طب ايه الفرق بين البروجكت ده والبروجكت اللي فات؟ البروجكت اللي فات كان معمول بانريل انجن 4 برضو، اللي هو بوينت 27، بس كان النضارة اللي بتشتغل عليه HTC Vive Pro 2، كانت هي ديت النضارة. لكن البروجكت شغال على اوكيولوس كويست 2. الفرق ان ساعتها كان Unreal Engine 4، ف Unreal Engine 4 ما كانش فيه تمبلت للفي ار ستيبل زي 5 دلوقتي. يعني 5 دلوقتي انت بس تختار الاوبشن بتاع انك عايز تعمل لعبة للفي ار، التمبلت الموجودة بتشتغل على الاتنين سواء 4 او 5. فهي سواء قصدي اوكيولوس كويست او اتش تي سي 5. فهو الايه النقطة الأساسية في البروجكت من أهم الفيتشرز اللي أنا حطيتها حاجة زي ديزاينر مود بيخليك زي ما انتوا شايفين كده تقدر تغير في ألوان الحيطان، تقدر إنك تغير في المخدات، تقدر إن انت تنافيجيت لأي مكان في الانفايرومنت يعني، وتنتراكت مع الايه الحاجات الموجودة فيه. حاجة من الحاجات اللي احنا ضفناها في البروجكت ان احنا خلينا الايه الكاركتر بيقدر يفتح الباب. كنت عملت امبلمنت للموضوع في بروجكت قديم، بس قبل امبرسون 1، كان بروجكت للتستنج، فابتديت اخد نفس اللوجيك واطبقه من الاول على الايه التمبلت الجديده بتاعه الكويست 2. برضو حاجه من الحاجات اللي انا ضفتها في الديزاينر مود ان انت تقدر تغير الماتيريال بتاعه المخدات. في يو اي بسيط كده بيظهر فوق اي مخده يعني 4 بوتنز، كل ما بتسلكت بوتن منهم بيقوم مغير الماتيريال بتاعة المخدة. اهوت نفس الفيتشر بتاعت ان انت تقدر تغير الوان الايه الحيطان والسقف والحاجات ديت. اه، في حاجة تانية برضو كانت هي ايه الفرق بين التمبلت بتاعة الكويستو والتمبلت بتاعة ال HTC 5. يعني في التمبلت اللي هي اللي فاتت كنت انت بتتحرك ازاي؟ يا اما بتمشي في الحقيقة، يا اما بتسناب وبيظهر زي ايه لاين كده بيوريك انت عايز تسناب تروح على فين. هنا الموضوع مختلف شوية، هنا انت بتمشي كأنك 3D كاركتر في لعبة ليك زي كابسول، اللي هي مش عارف هتبقوا شايفينها ولا لأ، هي موجودة هنا. فالكابسول ديت هي اللي حرفيا بتتحرك، هي اللي بتطلع سلالم، هي اللي بتخبط في الايه في الحيطان وكده. فهي ديت اللي انت بتتحرك بيها. طبعا انا كده في مسافة بيني وبين الكبسول ديت، يعني عشان اقف فيها لازم اتحرك في الحقيقة. يعني لو انا قاعد على كرسي لازم اقوم وامشي لقدام خطوتين عشان ابقى في نص الكبسول، لو اتحركت لورا هبعد عن الكبسول، وهكذا. في الريكوردز اللي فاتت برضو كان في مشكلة في الايه في ال في ال في البيكنج بتاع المية. يعني المية كان الشيدرز بتاعتها مش كومبايلد، فما كانتش بتظهر هنا. بانت سواء من الحنفية الصغيرة او من الدش الكبير. الفيتشر بتاعت الكتاب اللي انا كنت عاملها برضو في الايه في البروجكت اللي فات، هو اللوجيك واحد ما بين البروجكت والبروجكت اللي فات. الفرق بس ايه ان انا ابتديت اخد اللوجيك اللي هو الواحد وابتدي اغير في الايه الانبوت اللي بينتراكت معاه. يعني انا كنت عامل مثلا في البروجكت اللي فات ان انت عشان تنتراكت مع حاجة لازم يا اما تحط ايدك عليها ففي زي سفير كوليجن بيحصل، يا اما مثلا في راي خارج من ايدك وراي دايركتلي بص عليها. وسواء اي واحده من الاتنين ديت بتدي زي input لفانكشن. الفانكشن ديت موجوده اصلا في الايه في التمبلت بتاعت ال HTC 5. فببتدي بناء عليها ابتدي احط بقى الاكشن اللي انا عايزه، سواء مثلا الحاجه تسناب لايدك، الحاجه تنور نور او تطفيه، وهكذا. ديت الفيلا من فوق، هي عباره عن دور ارضي ودور في النص ودور اللي هو السقف اللي هو السطح.
طبعا عشان البروجكت في السعودية، فتحس ان الفايبس حر او كأن في ايه، صحراء كتير في كل حتة. بس يعني مدية فايبس حلوة للبروجكت. يعني في البروجكت اللي فات، انت عشان تتحرك سلالم زي ديت مثلا، محتاج ان انت تسناب من بوزيشن للتاني. هنا لأ، هنا انت بتتحرك في كبسول هي اللي بتتحرك. الوان الفيلا طبعا ديت اللي احنا غيرناها، يعني كان اليو اي اللي احنا كنا بنinteract معاه هو اللي غير الوان الفيلا، هي ما كانتش كده. ممكن تلاقيني عمال ايه امشي لقدام بعد كده ارجع لورا دوت، عشان الايه الكبسول بتخبط مثلا في حيطة ولا حاجة، فانا مش عارف اتحرك. الفيتشر بتاعت القهوة اللي احنا كنا عملناها في البروجكت اللي فات، عملنا لها implement من الاول. هو البروجكت خد وقت كبير، التحويل من HTC Vive لكويست كان صعب شوية. مش صعب ان انت بس بت ايه بت بتماب الانبوت، لا الموضوع كان اصعب من كده، لان البروجكت اللي فات اصلا كان فيه زي ايه تولز جاهزة معمولة للفايف، هي دي اللي بنستعملها. فلما غيرنا كل دوت ايه اتلغى. كان لازم نتعامل مع الفريم ورك الجديدة بتاعت الكويست. الديزاين حلو، يعني اي دور من الادوار او الحمام او الكراسي او الحاجات دي كلها معمولة بكواليتي عالية، زي اغلب البروجكتس بتاعت الشركة بتبقى كويسة. هي مشكلتها ممكن يكون في البرفورمانس، حتة البرفورمانس ديت كعدد بوليجونز مش بيركزوا عليها قوي. بحتاج ان انا اقول لهم ان مثلا الاوبجكت الفلاني دوت هو التقيل جدا، فده لازم يتغير. بس عامة بيركزوا على الكواليتي اكتر من البرفورمانس، فمش هتلاقي ايه فيرتسيز قليلة، هتلاقي فيرتسيز كتير في كل موديل. بس